سؤال انا اعرف انه سؤال جدا حساس، والحساس عند النجار، النجار يبغى الفلوس اوكي، سؤال حساس جدا. وابدا معك ابو اميره. لا ابو اميره، وابغى جواب نعم او لا بشكل سريع. واضح؟ ما ابغى تبرير ولا ابغى شرح. نعم او لا. عمر السومه يرجع نعم ولا لا؟ لا. عمر السومه يرجع ابو تركي نعم ولا لا؟ لا. ابو نايف عمر السومه يرجع نعم ولا لا؟ ابو نايف نعم ولا لا؟ لا. لا. ابو راكان نعم ولا لا؟ نعم. ماجد نعم ولا لا؟ مليون لا. مليون لا. مليون لا. طيب الحين اخذت اجاباتكم. لا 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 نعم. كل واحد يقول لي ليش اجابته. ليش مليون لا ماجد؟ اذا انت تسالني الاهلي من الممكن ان يعود بطل؟ ايه؟ ليس بكواليتي لاعب زي السومه الان، خلاص اعطى 8 سنوات من اجمل ايام عمره الكروي للاهلي، اخذ الاهلي كل اللي يحتاجه من السومه، ولم يعد السومه قادر على ان يقدم اي اضافه فنيه للنادي الاهلي. اذا الاهلي يبغى يعود بطل بمعاييرك اللي قلت انت قبل الفاصل، إيه؟ انه انا اجيب 8 ممتازين 8 اجانب على اعلى مستوى، ينافسون على الدوري، اختارهم زي ما قال ابو راكان باتقان كبير. السومه ومن الممكن، انا ماني مع ابو اميره انه خليني من احد، انا خليني في رايي. السومه خلاص كبر الرجال، كبر. انت تتكلم لكل زمان. طيب انت تتكلم عن الثمانيه اللي تتوقع منهم انهم ينافسون على الدوري الموسم القادم، ما هو المفروض يكون فيهم لاعب اطلاقا بعمر السومه اطلاقا. طيب وضحت الصوره. ابو نايف ليش السومه ما يرجع؟ عشان جوده ولا علشانه ما راح مع الاهلي للدرجه الاولى؟ لا، انا مقتنع ان المدرب يجب ان يختار لاعبينه. واحد. الشيء الثاني، هل المرحله تنفع للسومه الان الفتره الحاليه او لا؟ شوف، على فكره ما بيتكلم عن تاريخ السومه، تاريخ السومه لاعب عظيم وممكن تجيب مقاطع له واغاني يعني ما حد يختلف عنه السومه، ولا تختلف برضه عن شخصيته واخلاقياته وحبه للاهلي، كل شيء يصير. ولكن اتكلم على النفعيه، الفائده للاهلي. صحيح. هذه اللي بتكلم يعني. لا حتى السومه لا يعتقد، ومحبين السومه يعتقدون ان القضيه قضيه شخصيه، لا، هي يصلح اول شيء المدرب لازم يختاره. الشيء الثاني هو لما راح للدوري الاخر، هل الدوري هذا ليفله مرتفع عشان اشوف مستوياته او لا؟ افهم انه عاطفيا ودك يرجع السومه، ولكن المرحله هذه لا، يحتاج لها لاعبين ما عندهم خلفيه انكسارات الاهلي في السابق بصراحه. يعني يحتاج له غرفه ملابس بيور جديده بعقليه مختلفه بصراحه. ابو اميره ليش لا؟ اوكي سريعا. شوف، لا، ولكن يبقى السومه جزء مهم جدا من تاريخ النادي الاهلي، لاعب عظيم قدم عمل جبار مع النادي الاهلي على كافه المستويات بصراحه، كشخصيه كهداف ككل شيء بصراحه، ولن ينسى التاريخ هذا اللاعب الكبير. ولكن انت تقيس الان، طبعا الحديث هذا تداول الان موجود، لانه السومه الان في نادي العربي القطري هو هداف الدوري القطري، تمام؟ انت تقيس على السنوات الثلاثه الاخيره اللي معك في النادي الاهلي، مش في العربي القطري. هذا واحد. اثنين، ذكر ابو نايف فعلا جمله مجهزها انا، انه تقول الدوري القطري، تمام؟ طبعا فرق كبير بين الدوري السعودي والدوري، مع احترامي للدوري القطري يعني شقانا وحبانا. الهلال هازم الدحيل كم؟ بطل الدوري القطري العام والسنه، الدحيل 7 ولا 8، مضبوط؟ تعرف فرق المستويات هنا، وبالتالي عمر السومه لاعب يظل لاعب عظيم ونقطه مضيئه في تاريخ النادي الاهلي، لكن لو الاهلي فكر في انه السومه السنه الجايه يرجع في الاهلي، هذه باول اخطاء الاداره، ان كانت هذه الاداره او اداره جديده، وخطوه للوراء ستعيد الاهلي للوراء. انت قلت لا كذا يعني، وعلى قولتهم بالفم المليان، ليش لا ابو تركي؟ طبعا انا مع الزملاء ارائهم جميله يعني وايدها 100%، ولكن اضف الى ذلك من اشياء انا شفتها. اولا السومه كان يلعب خارج الملعب اكثر من داخل الملعب، كان يصرح، كان يتحدث. فانا ما لاهلي في المرحله المقبله محتاجه لعينات تختلف. ماجد قال يعني بيت القصيد، اعطى كل اللي عنده للاهلي، ما عنده جديد. اخر شيء انا بالنسبه لي عمر السومه لاعب عظيم، ولكن مو مرحلته من ليش يا ابو ركان نعم؟ انا نعم لظروف معينه، انا اقول نعم، لانه الاهلي في الفتره هذه
عنده مشكله تسجيل، فانا خايف انه ما في تسجيل، على الاقل يرجع السومه، يرجع لورسكي على لا هذا لو ما في تسجيل كلنا يرجع ما شيء بغير. ثاني هي هذا ما بغير. انا بالمنظوري احنا منظورك. لو ما في انتوا تسجيل قلتوا ساكت مخلينا جايبين لا لو ما في تسجيل ابو ركان ما عجل ايش بيرجع. انا جوابي لا لو في تسجيل جنبك انا طب علمني. خلوه يكمل يا جماعه، وش فيكم طبيتوا انا جوابي دائما على المنطق، يعني ما اوكي لما تكون عشوائي اي كلام تقوله صح، لكن لما في مشكله انا دائما اتعامل مع الواقع في المشاكل، يعني اذا مفتوحه كنت اتكلم اول اقول نجيب 8، لكن انا عايش مشكله الاهلي وعارف مشاكل، هل حيفتح يقدر يسجل ولا ما يقدر طيب لو الاهلي يقدر يسجل يقعد ولا يمشي؟ لا في افضل خلاص، لانه عمر تجربته اخذها كامله في الاهلي، ولكن كعطاء ما زال عطاؤه بيقدم مستويات كويسه في قطر، وفي دوري قطر فيه محترفين ترى جيدين كثير، ما هو سهل يعني المساكني وما المساكني، انا كنت اتفرج على بعض المباريات، فدوري ما هو سهل يعني، قد ما اقوى من دورينا، لكن برضه الدوري يعتبر مو سهل، انا في وجهه نظري اقوى من الدوري الاماراتي في الفتره هذه، لكن كروح جديده وكشالنج جديد وتحديات جديده يكون العناصر جديده كامله. ضيف يا ابو تركي. هو في نقطه يعني قول. الاستاذ وليد معاد من افضل الخطوات اللي اتخذها لما جاء انه صوت الاعلام الرسمي الاهلي هادئ، يعني وهذا المفترض في المرحله المقبله تتطلب ايضا ان يكون اكثر هدوء. سوما لاعب اعلامي يعني كنجم، دخل الاهلي في صراعات باحاديثه وتصاريحه، ما نختلف انه هداف وكبير، وبعد لو الامنيه كان ودنا ماجد يرجع اثنين يرجع، فسوما انا ما اقول انه انتهى، ولكن ليست مرحله الاهلي اللي تحتاج الى عمل جوا النادي، صجه وكلام فاضي وتصاريح، خلاص الاهلي فيه اللي كافيه.